كبران تخاطلت مدبنا كما حديركم كما يوعلكم مساخم راديو دمص حرنة هجرا وهدت كاب هجرا شودان إزي راديو دمص حرنة هجرا وهدت كاب هجرا شودان إيو كبران تخاطلت مدبنا بأرديهم ردينا راديو دمص حرنة هجرا وهدت كاب هجرا شودان كم تلمود كل جزء قدام كاب ساعة حاديك ساعة كلتن ربعين فن وراديو بالكلت يوم علاوين قنقاتنا تقرين عن عرب إنه نجمر بمغصال كبران تخاطلت مدبنا مباري مسناي لما دماتنا نمل الله يدأكل قداماي كم تلمود سمنا وزينا خلونا كبران تخاطلتي مسؤون أقدستي زبلنا يوم مرصات زيماتات بوغنكم زتمرصون نخلتات زغلصون بمغصال كم تلمود زلكم رئيتو حبريتا سلامتاخون ناي زخونه بريچا ناي درفي كمون رئيتوكم نحزبي طقام زتبلكم مو حنغو فايلنا نقبلو حمص نبا نخبط صخا دغيمنا نحبر قطتا ختراخبو من استوديونا مستديو خان اي استوديونا قصر سلكي 031 26 10 9 خوشت هاجر شودم كاينو كاوصايم زخون 004 31 26 10 9 لكم كدولو مرحبا نبلكم دحر مفتصام ملو مدبنا خا نخلو قريصنا اب يوتيوب اب حرنت اورج وي كمان دمص حرنت جيميل اتيخم كمان ريتكم خن او اتيخم كا خصمناكم تخلو دغيمنا نحبر سلازي دحر قرب دقائق ابر اسزنا خن اتينا كنا مكتتال غبرلنا أرست زينا علت شدشت تري كلتا شحن عسرتو شمونتن عم تمرت فرنجي سناي من نيوتن أمنتي هايمانوت كاثوليك بعل تمكت كم أون نأمنت هايمانوت توحدو بعل لدة كريستوس زيناتات بإرترا همنو أبز حلفة عمت أب إهجرنا إرترا لعلى 3000 سبات بزي حقاو مسرح بهقدف كم تأسروا تقليسو من جتات أب الجزيرة خمس حبروا ناي جبس وتهدروا هلاوي أب إرترا يركب كم زلوا تفليتو
እንደገና ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዝርዝር ጠሓስቲ ሃይማኖታዊ ነጻነት ከም ዝኾና ኣብ ናይ ዓለም መዝገብ ሰፊረን ኤርትራ እንደገና ኣብ ከባቢ ዓድሃሎ ዝርከቡ ወነንቲ ጀራዲን 7 ዓድታት ጀራዲኖም ንመንግስቲ ከረከቡ ከም ተኣዘዙ ምንጭታት ሬድዮ ሬና ሓቢራ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 2017 ልዕሊ 26000 ኤርትራውያን ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ተፈሊጡ ካብዞም ሓተት ዕቁባ ናይ ድምጽ ሓፋሽ ነበረ ንትህሉ ኩነታት ሃገርና ኣብ መቃብር ዘሎ ሰላም ክብል ጠቂስዎ ዝነበረ ቅሩብላው ናይ ሰካፍ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ናይ ኩሎም ናይ ፖለቲካ እስረኛታት ከም ዝፈትሕ ሓቢሩ ሱዳን ኣብ 2017 ጥራሕ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ደንበ ተቃውሞ ዝርከብዎም 64 ዜጋታት ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ውሽጢ ከተማታት ናይ ሱዳን ጨውያን ኤርትራ ከም ተወስዱ ተፈሊጡ ሱዳን እንደገና ኣብ ከባቢ ከሰላን ከባቢ ግርባን በአሳጋገርቲ ደቅ ሰባት ተታሒዞም ጸንሑ 95 ኤርትራውያን ከም ነጻ ከም ደወጹ ምንጭታት ዜና ካብቲ ከባቢ ሓቢሮም ናይ መወዳእታ ዜናና መንግስቲ ሱዳን ካብ ዕለት 3 ጥሪ 2018 ጀሚራ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዶባታት ከም ዝዓጽወቶ ተሓቢሩ ገዛኢ ከተማ ከሰላን ከባቢኣን ግን ፍሉይ ርእይቶ ከም ዘሎ ገሊጹ زينا بزرزر إرترا أبزحال غريتا سناي من نيوت نخلهم أمنتي هايمانوت أرثوذكس بتكريستيان كلهم نصباح زوعل بعلى لدة كريستوس إلى شوعات تري 2018 أمن الرحوس بعل لدة كجبر لكم لدة عنا لدة سنيت لدة حرنت يجبر لنا بمبال سناي من نيوتنا نجلس بغمقصال أون لو معالتي ذكر بعل تمكت نخلهم أمنت هايمانوت كاثوليكن كالوت هايمانوتاتن الرحوس بعل تمكت يجبر نبل بفلاين عنان وتصع حزب إرتراخ لدة كريستوس لدة عنان لدة حرنة قبرلنا سناي من نيوتنا نجلس كبل من محدار راديو دمت حرنة أهجراو هدت كاب هاجر شودن سناي من نيوتو دقيمو رحوس بعال لدة كريستوس يبل إرترا أبز حلفة عامات لعل 3,000 سبعة بزي حقاو مسرح بهقدف كم تأثروا تجلسوا راديو مدرخ خمس حبرتو أب عامة 2017 بهقدف اتم حدر إرترا بزي أفلوتو بيت فردن أخبار حقن مقصار مجواي بزي بدل مقياد ناب بيت فرد زي مقرابن حلوات مطفأ أنزل على درجة زترأيلو كم كوينو كم سعبينو دما قصري بزي حقاو مسرح ناب زتأثروا سبات 3,427 بتصيح خمزلو حبيرو أبزا درون زتفانن الله عمت ترجبر مأسرتن مجويتن أبتقد مئة نبرت عمت ناي 4 مئتات بزحي كم زلوا زجلس تحبرتها في اللايكا ورح ترين ميازيان تقمتن حدارن ناي 2017 يتبيت مأسرتي كاب جاف ناب جاف مليو أعلى ليقو خم زلوا افتفليتو إتي مأسرتي قال أوان بشم عزازن مأسرتي زي ركبو كوينو ببزحي جن بتم لعلوت حلفتي زتحت حلفتن زفت سمزل لايو
زوم أسرت خاء نامنت أما يسروا عد أبيتو حمشاي مدبر بوليس أبدون كله عد خلا هجراو تحنت تبهيلو جنرال فيليبوس زوننو بأشحات فيلاتات تداوينهم زلوا قالك هابتم ناي ملكتات دوبات أسرات دما بجليانات أبتفل على كبابات فلاي دما أبكبابي عدرسن بريما كانترن ناي حرشة أقل قلوت بارايت كوينهم فتسمو خم زلوا يفلت زبزح مالت بتزاز بريسيدنت إساياس أتحقس قبر هيوات أتيمان قبر أب بريغادير جنرال سمون قبر دنقل كونينر تسفالدت بريغادير جنرال برهاكاسا جنرال فيليبوس بريغادير جنرال غايم بريغادير جنرال ودممهر بريغادير جنرال حديش إفريم تنين تتدرس عدهالو كونينر ليمانا أفورقي كونينر رشايدا زت أزز خوينو إتي زتحته مرمارون وتهدري أصوّعنا وتهدر أصوّعين زقيدهم أسرات ون أمونغو زم أسرات كأ خمس ركوبهم يفلت. أبز خبيد نايم أسرتن مرمران تكبر الساتف زلوا مع كلت تحتوت حلفتي كأ كونينر محمود كونينر يوناس كابتن تسفالدت ميجر رؤسم هابتوم مولر أماري رشايدا جمرس سمري مجر سمري تنين ميكائيل مكتل تنين تسفانكائيل تنين تسفالدت تنين تسامي أميتشي مرماري محمود مرماري إيوب بزتفت متقطقات مزماتن أب كل تشعن عسر شوعتن أزيوم بزحات إيوم نيرو إزوم كساب 3,420 شوعتن زوات صحاب كل تشحن 10 شوعتن تأسو زيغاتات نايقل يوم قصرم زي تفلت أسبات هالواتهم بفتسهم زي فلت كوينو اتهم سترفو دما أما يسروا عد أبيتو حمشاي مدبر بوليس أسمرا دونغولو عدو خالا على كم أونا بستفل لي هاقراو دحنا جنرال في جزونا نأشتو فيلاتات تداقينهم كم زلو خاات زينا دقيمو يحبر من جتات الجزيرة 5 حبرو زمناو برتنا وتهدروا مقعزيا مخايننا 4 ويل درايفر مخاين زلوان سراويت قبصي مدبر سوا إيرترا كم زعتوا وكيل مع كان زينا الجزيرة أب إثيوبيا كفوليات من جتات كم زوات صحابيرو مدبر تعليم سوا أبتي مسودان زدواب زوبا قاش باركا زركب إيو وتهدروا مرحتنا قبصي عرب إمريتس إيرترا قالك بتقوم تودبات دارفور من قصاص مبرق سودان أما دبر تعليم سوا أخيبا 5 كايدو خاءت من جتات يحبرو دحر زمع بالزي مقهدو بريسيدنت عمر البشير حسن مس زوبا قاش باركا اتدواب أوراجا كسلا اتركبن أما مبرق زركبا أوراجاتا السودان ناي هصوص أواج كوج انكولو بريسيدنت سياس أفور قدما مس مرحتي هاقرات إمارات عرب كل أتاوي زمدنا بزملكت مزراب عدت كم زكايدي بعلى 30 حدن تحساسي فلد إذا خمزيلون كل إيرتران سودان ندقنا أبزرزر تحسته هيمانوت نصاب هيمانوتاو نصانت سفيرا الله إيرتران سوداننا بأفريقيا بحبرات منقستات بمنصر عالم لخاوي حقي نصانت هيمانوت بزوزو ترؤز اللوات إحساس هيمانوتاو نصانت ندقنا أفولو إذا شغل زرزر سفيرا كم زلوات فليتو بتقلال لنا حبرات منقستات أمريكا أمنا هيمانوت نصانت إحساس زرزر أتوا 10 هاقرات إيان بزي كازياتن هاقرات أفريقيا إيرتران سودانن كابتن كالوت أبزرزر زفرات تشاينا كمون إيران ميامارن سمين كوريان يركبن وصاي قداي حبرات منقست أمريكا نزب زملكتاو زوصو مقلصي معقاب هايمانوت نصانت نسلام رقعتن بلصقنان مسرتاو تدلاينت يزبل حساب أسفيرو أسعيو دما نزرزر موصا اتن زرزر أبز زرزر سفيرين زلو هاقرات هايمانوتاو نصنت نخبرا متعبع زعلمه مخانو يتقس إيرترا هايمانوت بسفيح زوتر الله هاجركو أنت قنات نتمنجست جنا بزحات مرحت هايمانوت بزي فرد أسيرو أب إرتراز حلف ورحي حدار منجستي أب قداي مسرح بيت مهرتم ناي هايمانوتات مسأتوي حلفنتم مس أسر حلفتم مس أسرن تمهارو إسلاماو تمهرتي أب قدناتات أسمرا ناي تقاومو سلف عكايدوم إيوم نزناي منجست إيد أتاتوا تقاومو تمهارون سعيبو بزهايمانوتاو أب إرترا بزحت زعباتات يلعالو كم زلو يحبر سودان بوغنا حفشة وأنصار هايمانوت في اللايك قبل علس عبت مسلمنا زي كونس هايمانوتاو سقطي كم تجبر بحسوم كم تخصص صنحة هاجر إياه
ንናጽነት ደቡብ ሱዳን ምኽንያት ኣብ ዝኾኑ ጠንቅታት ሃይማኖታዊ ናጽነት ብዝምልከት ጉዳይ ሓደ እዩ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ሱዳን ብዓብላልነት ሃይማኖት እስላም ኮይኑ ደቡብ ሱዳን ከዓ ክርስትና እዩ ዘሎ እዚ ትርጉም ናይ ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጀዚራ ዝረኸቦ እዩ ኣብ ከባቢ ዓድሃሎ ዝርከባ ወነንቲ ጀራዲን ሸውዓተ ዓድታት ጀራዲኖም ብመንግስቲ ንመንግስቲ ከረክቡ ከም ዝተኣዘዙ ምንጭታት ሬድዮ ኤሬና ሓቢሮም እዞም ወነንቲ ንሓያሎ ዓመታት ከካይዱ ዝጸንሑ ንኣሽቱ ጀራዲን ንመንግስቲ ከረክቡ ተኣዚዞም ጥራሕ ዘይኮነ 1,000 ናቕፋ ወርሓዊ ደሞዝ እናተኸፍሎም ኣብቲ ብመንግስቲ ተመንዚዑ ዝመሓደር ዘሎ ጀራዲኖም ክሰርሑ ይግደዱ ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ይሕብሩ ኣብ ዓድሃሎ ብኣሽሓት ሄክተራት ናይ ሕርሻ መሬት ጀራዲን ንምዕባል መደብ ሓንፂፅ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 95 ሚእታዊ ናይቲ ኣብቲ መደብ ዝወፍር ዘሎ ጉልበት ሃገራዊ ኣገልግሎት እኳ እንተኾነ ናይ ምዕያይ ዓቕሚ ዘለዎም ወነንቲ ጀራዲን ዝነበሩ ነበርቲ እንተን ሸውዓተ ዓድታት እውን ብደሞዝ ይሰርሑ ከም ተገደዱ ይፍለጥ ወነንቲ ጀራዲን ዘን ሸውዓተ ዓድታት መንግስቲ ጀራዲኖም ብምዛዕ ኣብቲ ጀራዲን ብደሞዘኛታት ክሰርሑ ብምግዳዶም ተቃውሞታት ከርእዩ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ ብሰራዊት ዝተማእከለ ምሕዳር እቲ ከባቢ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ተቃውሞ ኣንጻር ሃገራዊ ልምዓት እዩ ብዝብል ምፍርራሕ ፀቕጥን ከም ዝተገብረሉ ፀቕጥታት እናገበረም ዘፈራርሓሎም እቶም ሓበሬታ ደጊሞም ይልኹ ሓደ ካብ ዓድሃሎ ድሕሪ ዝተሃንፀ ዲጋ ኣብ ከባቢ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መደብ ምትግባር ይሰርሑ እኳ እንተሎ በቲ ኣብ መደብ ክሳተፍ ናብቲ ቦታ ዝወፈሩ ልዕሊ 5,000 ኣባላት 29 ዙርያ ተቃውሞኦም ክምርኣዩ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታትና ከምዚ ዘርዘርናዮ ኣይርስዓን እዞም ኣባላት 29 ዙርያ ኣብ ዓድሃሎ ድሕሪ ዘካይድዎ ተቃውሞ ናብ ከባቢ ኖራ ተወሲዶም ክፉእ ሕሱር ክእሰሩን ከለው ኣብ ዝተፈላለየ ሃዱታት ዝተዋጽኡ ካልእ ሰራዊት መተካእቶም ኣብ ዓድሃሎ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ከዓ እቶም ምንጭታት ይሕብሩ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 2017 26,000 ኤርትራውያን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣትዮም ምንጭታት ምሕዳር ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ጸብጻብ ኣብ ዓመት 2017 ጥራሕ 26,639 ኤርትራውያን ኣብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ሓቢሩ ኣስዒቡ ካብኣቶም እተን 9,692 ደቂ ኣንስትዮ ክኾና ከለዋ 5,662 ከዓ ህጻናት ትዕድ ዕድመ እዮም ይብል 5,965 ከዓ ኣባላት ሰራዊት ስርዓት ህግደፍ ከም ምዃኖም ከዓ ይገልጹ ኣብኣቶም ካብ መራሕቲ ብርጌት ክሳብ ዝተሓተ መራሕ መስርዕ ከም ዘለዎምን ሓኻይምን ከምኡውን ኢደ ጥበኛታት ከም ዘለዎም ከዓ ይሕብሩ ሓደ ካብዚኦም ኣብ ዚኦም ስደተኛታት ዚኣተሞ ወርሒ ታሕሳስ 2017 ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተሙ መንእሰይ ጋዜጠኛ ኤርትራዊ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ሬድዮ ዘገልግል ዝነበረ ንክልተ ዓመት ዘገልገለ ኣብ ትሕቲ ምግዳር ክግደፍ ዘሎ ሃገር ኤርትራ ክገልጾን ከሎ መቃብር ዘሎ ሰላም እዩ ክብል ሓቢሩ ነዚ ሕማቅ ኩነታት ዝን ምስጋርካ ምልዋጥ ካኒ ህዝቢ ክነቅሕ ኣለዎ ጥራሕ ብዝብል ለባም ምኽሪ ሂቡ ይዛዝም ኣብ ከለና ኢትዮጵያ ከምቲ ዝሓለፈ ኣብ ኩሉ ወሬታት ናይ ዓለም ክንሰምዖ ከም ዝቀነና ብዙሕ ዘይርግኣት ካየት ከም ዘሎ እሱ ከዓ ካብቲ ናይ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጀመረ ከምኡውን ናይ ምስሓብ ብዙሓት ኣፈባይቶ ጀሚርካ ሚኒስትራት ዘስዓበ ኣሰካፊ ኩነታት ዝነበረ ሕጂ ይህወደግ ኣኼባታት ነዊሕ መዓልታት ገይሩ ነቲ ጉዳይ ንምእላይ ጽዕር ከም ዘሎ ይፍለጥ እንተኾነ ኣብ መንጎ ዝኸኣኒ ኩሎም ናይ ፖለቲካ እሱራት ነፃ ክልቅሑ ከም ምዃኖም ከዓ ንህዝቢ ኣበሲሩ ኣሎ ሱዳን ኣብ 2017 ጥራሕ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎም መንግስቲ ኤርትራ 64 ዜጋታት ከም ዝተጨውዩ ተፈሊጡ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ሚኒስተር ምክልኻልን ናይ ምንጭታት ዝለሓኾ ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓመት 2017 ሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ብምእታው ካብ ሱዳንን ግብፅን ዝተጨው ዜጋታት ኤርትራ 64 ምዃኖም ሓቢሩ ብመሰረቲ ኣብ ኢድ መድረኽ
ንሃገራዊ ዘተ በጽሒ ዘሎ ዝርዝር ኣሃዛት ዓመተ ምጭዋይ ብብዝሒ ዝለዓለ ዓቐን ዝተኻየደ ዓመት እያ ነይራ ይብል። እቲ ምጭዋይ ካብ ወፃኢ ሃገር ውሽጥን ብዝበዝሑ ጨወይቲ ብሰለስተ ኣዘዝቲ ገይሩ ይፍጽሞም ከም ዘሎ ሓቢሩ። እሳቶም ከዓ ጀነራል ፊሊጶስ፣ ብሪጋዴር ተክለማንጆስ፣ ኮሎኔል ሌኒን፣ ብሪጋዴር ጀነራል መቐለ ዝምራሕ ምክትታል ዶብን ስለያን ስግረ ዶብን እዩ። ብመሰረት ዝለሓኹ ሓበሬታ እዞም ሰለስቲኦም ክፍልታት እዚኣቶም ብኮዳት ዝተዋህበ ኣባላት ሃልዮም ኩሉ መሳለጢ ዘለዎም እዮም። ኣብዚ ዓመት 2019 ዝተገብረ ስርሒታት ልዑል ምትሕብባር ጸጥታ ሱዳን ግብፅን ምንባሩ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝበዝሕ ደመዞም ኮነ ርክባቶም ብዘይ ወግዓዊ ዝሰርሕ እዩ። ኣብ 2019 ጥራሕ በዞም ሰለስተ ክፍልታት ተጨው ክሳብ 64 ዝበጽሑ ኮይኖም ብኮድ 84 ተመዝገቡ ምህላዎም ከዓ ይፍለጥ። እዞም ኣብ 2017 ተጨው ሰባት ልክዕ ከምቶም ኣብ 2019 ተጨው ኣብ ፍሉይ ቦታት ዝተኣስሩ ኮይኖም 8 ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተጨውዩ 9 ራሻይዳ ካብ ኤርትራ 3 ሊብያውያን 3 ህንዳውያን እቶም ዝተጨው እስራት ዝተታሕዝሉ ከባቢ ፓራዲዞ ባራዱባ ኣብ ሓድሽ ቪላ አንጻር አንደርግራውንድ ዘለዎ ተኣስሩ ምህላዎም ከዓ ይፍለጥ። ካልኦት ኣብ ከባቢ ጸጸራት ናይ ስፔስ ዝወስድ ካልእ ፍሉይ መእሰሪ ቪላ ኣብ ከባቢ ፊንላንድ ሚስዮን ዝርከብ ብቐንዱ ምክትታል ዶባትን ቤት ጽሕፈት ፕሬሲደንትን ዝእለብ ዓቢ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ምህላዎም እውን እቲ መጽናዕቲ የረጋግጽ። ገለ ካብዞም መጭወይቲ ስድራ ቤት ኮኖም መሻርክቶም ብዘይ ፍላጥ ዘመትካ ሓደ ካብ ስራሕ ክበና ኢና ደሊና ኣበ ኣሎ ሓብረና ወይ እውን ዘመትካ እየ እናበሉ እንዳደወሉ ከም ዝረኽብዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ከም ሱዳን፣ ሊብያን ብዙሓት ዜጋታት ወተሃደራት ሃገር እተን ሃገራት እና ሃብካ ስም ጸጥታን ወተሃደራዊ ምሽጣር ከም ዝተጨውዩ ከዓ ይሕብር። ኣብ 2017 ዝተኻየደ ጭውያ ካድሙ ክብሉ ሓለውቲ ምክትታል ዶባት ስለያን ብተኮስሎም ጥይት ካብቲ መንገዲ 11 ዝኾኑ ከም ዝሞቱ ከዓ ተፈሊጡ ኣሎ። ዘይርሳዕ እቶም 3 ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ኣብ ማእኸል ከተማ ከሰላ ከም ዝተጨውዩ ክሳብሎም ድሃዮም ከዓ ከም ዘየለ ከዓ ምስኦም ይድመር። ኣብ ከሰላ ከባቢ ግርባ ብኣስገርቲ ደቂ ሰባት ተታሒዞም ጸንሑ 95 ኤርትራውያን ነፃ ከም ዝወፁ ምንጭታት ዜና ከባቢ ሓቢሮም። እዞም ኣብ ምብራቕ ሱዳን ተታሒዞም ጸንሑ ኤርትራውያን ፖሊስ ምብራቕ ሱዳን ድሕሪ ዘካየዱ ስርሒታት ነፃ ከም ዝወፁ ኣዛዚ ፖሊስ እቲ ዞባ ብሪጋዴር ጀነራል ዓብደላ አልሳይግ ገሊጹ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፖሊስ ኣብ ዘካየደ ዘሎ ስርሒ ምስቶም ስደተኛታት ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ተኽሲ ብንኹፋት ምርጋጽ ኣብቲ ተኽሲ ምልዋጥ ከዓ ኣብ ሰብ ዝበጽሐ ጉድኣት ከም ዘየለውን ሓቢሩ። እቶም ኣብ ዘይሕጋዊ ሞት ማእሰርቲ ደቂ ሰብ ነፃ ተለቂቖም ዘለዎ ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ጉዳዮም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛ ሕቡራት ሃገራት ከይተረኣየ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ተኽእሎውን ኣሎ ይበሃል። ምስ ኤርትራ ዘዳው ዘሎ ከሰላ ብ30 ታሕሳስ ኣትሒዙ ን6 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ ህጹጽ እዋን ብመራሒ መንግስቲ ሃገረ ሱዳን ከም ዝተኣወጀ ከዓ ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሱዳን ካብ ዕለት 3 ጥሪ 2018 ጀሚራ ምስ ኤርትራ ዘዳው ዶባት ከም ዝዓጸወቶ ተሓቢሩ። እቲ ምዕጻው ዶባት ምክልኻል ምንቅስቓስ ንብረት ሰባትን ዘጠቃልል ምዃኑ ዝገልጹ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ መርኣያ ናይዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ሱዳንን እናሓርፈፈ ክመጽእ ጸንሐ ዝምድና ምዃኑ ከዓ ይሕብር። መንግስቲ ሱዳን እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስጋር ደቂ ሰባት ንብረት ኣዝዩ ከጥቅዖ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ካብዝን ናብትን ኤርትራ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ናይ ሰብ ንብረትን ምስግጋር ኣመና ዓቐኑ ሓሊፉ ዝብል ቅሬታ ዝዕበየ መንግስቲ ሱዳን ብተደጋሚ ስምዕታ ክህብ እኳ እንተጸንሐ ብመንግስቲ ኤርትራ ተዋህቦ ናይ ንዕቐት መልሲ ምሕርፋፍ ዝምድና ናብ ክልቲአን መንግስታት ዝለዓለ ደረጃ በጽሑ ኣሎ። ኣብ ዕለት 3 ወርሒ 2018 ጀሚሩ ክትግበር ብመንግስቲ ሱዳን ዝተመሓላ ሓድሽ ትእዛዝ ዝኾነ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ከምኡ ድማ ናብ ኤርትራ ዝኸይ ዝነበረ እንተላይ ምጋሽ ሰባት ከልኪልዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ሱዳን ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ 6 ወርሒ ዝጸንሕ ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኣዋጅ ኣዊጁ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
إذا أواج زي قال كفالو نأب كسلا زجبر مسجر ذاك سباتكم ون دم مقصار زي حجاو نبرة تنكف كوينو من السودان توسد معصاودو كلتي أنا هجرات زيجاتات كلتي أنا هجرات أروتا وصعبين كم زمس كا يجمد من السودان بزعباز قداي زي مزرعة قديم مكتل بريسيدنت منستر ديتا زمرح لوخ ناي السودان ناب إيرترا خيدو مبارو ذكر يكون جن اتزاته بزي فرق خمسة تعصوه يفلت من قصة إيرترا أب دب بعد بركز بلا نبرت بمرقاف بغطت أنا بالسودان إن على آخر عداقات تاع السودان كون قاطع رمز سمحوخ أي فلت بزي كذي أب تشاينا زمس أنا حزب أوتوسات بمبال أب سرقاتات بعد عسمرة دحر مرأين تمليسونا بالسودان كشت أن مسمحوخ مان يفلت بس زي حد قاوم تجبارات بأمره من لا حزب إيرترا خلا قص مسمحوخ اتي زينا اتي كنتات يرز أب قطع مس السودان كسلا كم ترخبنا تمالي تي تمالي من قد تسنين كسلان كم تخفتون يفلت جن اتوتري جنا يقصلكم زلخ قلقلي ناي هقدف أب كتمات السودان زركوه أب أيدي أتوهم زلو تزينا يحبر كبران تخطاتلت مدبنا بأري نايلو من زينانا أبزي زازمنا لنا خبز قتلنا كمتي كنبلو وعنان دقاقي مناون النبلو أب هاجرنا حجون كن عوات انتقلنا انتايو كلنا بحباراوي حزباو قالسي يزدله سلازي اللهم دوت بالزينا والنامات درفتي أب إثيوبيا زركبو أحواتنا جرا باندسكي نسمع اللهم دون عتوم فلاتات مهران دليكم علينا عبد حسن قوان نعباتم لبامات عبيتي أو قدايكم سأيتخونوا تعذبتي اللهم دون صبر حسن معدو اللهم دون صبر حسن معدو نعباتم بروفيسور وسلوكتير سوف اللهم ناسانسر مورالنا خسبت نعباتم مرحت حيمانوت نزمخوا من هذا فيايتون وقوانوت نعباي هارون سببا نعباي هارون سببا عقب مبار نعمات مقناح سعاني كرمهين نحسب نتباح هيوات عشالات كتفت بتباح العدا سبع قلوه دفتار نفراح ما عستفيوني نكاسكم تسؤنون سيبنا عندكم ليحن حلنا تولنون كين تفعكم سنع عدا تنسألوا وانا توديكم ننتزوي حبتي معذرون عابدنا يوم ونن تسمعين اي كاب تمكرو اي كاب ردين اما تزانا بيوم سكرنا دحريت ومرني انت مرح الناس نحل فينا قدميت ومرنا انت مرح الناس قدميت نحل فينا
قتري داخلي أجازة أبرفلي زحينا اندادت زي متعينا تلميتو تاريخنا اندات برزة دالوي واي لا 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 دالوي واي دالوي سوق مبالكم سايكت سوق مبالكم سايكت لو بموسم عوق كان زاولد ولادن صباحنا فيكم يا عجين عقدن نعبا يكون حقن كبد ونعبا أينخن حقن كبدن شرا باند ناي بحقي صوعيت نهزبي نفتي نقح قالسي ايو مالتي باقا خبران تخاتلت مدبنا ازي ان حجي ننبوبو خمان مزا زي ما زسامة معيو سلازي وانا ناي تقالسي واترو هزبيو رئيس عنكس سلفي ديمقراسي بإرترا أبحارا ديمقراسياو تي إرترا منش سلطان زو قوم منغستي هزب مخانو يأمن أبك إدمي هزبي تحتات زخوني أبزح سلفتاتن سلاماو ددر زفقدن نمسرتاو سبقاوين ديمقراسياوين كبرتات مسالات زيغاتات زخبرن زتابقن سرعات منغستي بمرج هزبي كوسن كمزلو ايو زأمن ازي كاب متكلات ناي سلفي ديمقراسيز بيرترا أمدب عيو سفيرو زلو زتوسد ايو أبز كمزين نكايدو زلنا ناي مسرتاو لو تقالسي اتقندوان نقالسي زبي مخانو እንገልጸሉ ምክንያት ብዙሕ ኮይኑ እቲ ዝያዳ ዝውጻዕን በቲ ለውጢ ዝጥቀምን ንሱ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ናይቲ መዕወቲ ናውቲ ወናኒ ንሱ እቲ ውጹዕ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዩ ኢልካ ምጥቕላል ይካል ካብ ዝምን ቃል ከኣይና ኩልና ውድባት ሰልፍታት ማሕበራት ብኻልእ መልክዕ ዝተሰለፍና ኤርትራዊ ናብ ቃልሲ ባእታታት ወርትርግ وكلنا تحلقنتنا ناي حزب مخانو كنرغاغصن كننصرن كنقالحن جدن ايو اب كمزو خنتات بزعبا حدا غداي غنا دما زتفالالي ملكع زكايات نقلو زقالح چرحو كل قنع زي كون يخيل ابز كمزي خنتات ناي حزب زمسل غنا دما ناب حزبي زي كونه وفرتات كغاطم سلازخيل حزبي نتمسرتاو دليتو زيسانن اتكيرو ناي مللاي كالا احليفو زي هبو حلافنت ايو اتكير كا مرأي طرح زي كونه نيناي قنع نيناي غوغوي تبل ناي موسان حلافنت ون الله حزبي ارترا زدليو بقالسو كراغصو زت صنتلو انتاي ايو زبل نايب سفيح زرزر كي وسدنا فلوط ايو بوحدو غنا حدنت هاغرون زوحسو اب غدايو اب زربرخه ناي موسان درجه زتقملو كل مسلاتو زراغغصلو اب دخنتن دحرتن زوص كاب دخنتن زوصلو خناتات مرغاز كم ناي دغاف افكا مليخا مزراب يكال حزب إرترا بسنك موقح أما حداري وجله كدب زعبا زتتقصو قدات أف أوطي كزارب أبزي مخالو عباسي خناتات كم زلوخ أفلوط إيو انت خني أما موقح إتي وجله زوصو كناتات رحق كم زي كونو زمالاخوتو معبلاتات كأ اللو نايزي قربا جزي ترخبو أخريا مستي قدميو زنبري من تنعناتات دميركا نابنت زتقسكا ايو ابز حلفه بزعباتي منتخاي زبل ابرحق زكايت زلو ناي لوطي ودابيتات اون ورن حبريتان يبلون مالت سلازي كونه بزعبو كا جينا نتصر حساب كله يقبا مخنياتو صباح ابت نتصر حساب زنقل تكبار ايو زدهسس وصيت كا زركب حزب إرترا نايزي نابزي كعقبهم كاب زقبؤو صقاتات قندي استفالاليو اسمات زقيايرو وغنات بوشتن بوصاين زهدد زلو حدنتو ايو حدنتو زهددو اتحساسبا لومي بحساب صباح دما بتكبار اي دليومن كنو بلوم قد اي دلينيوم كنو بلوم قدن ايو مخنياتو وصعا اب حدنتو زي دلدل حزب ايو زسفر مدلدال حدنت مصوار أنصار وصعا فلاليخا خمز الرأيو أب قالسيز بإرتراز ترأيو تمكرو سلزخونه إيو
እቶም በጃ ህዝቢ ኢና ንብል ግና ድማ በአካል ኣብ ርሑቕ ካብ ህዝቢ ርሕቕና ንነብር ዘለና ናይ ለውጥ ሓይልታት እውን ህዝብና ቀንዲ ዋሕስ ቃልስና ብምዃኑ ኣብ ምርጋጽ ክንሕግዞ እምበር ክንትክኦ ኣይኮንናን ዕላማና ነዚ ክንበቅዕ ከዓ እንመሃረሉ ናይ ቃልሲ ጭርሖ ንህሉ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ብግቡእ ዘንጸባርቕ እምበር ንናይ ውሱን ውዳቤ ስምዒት ሒዝካ ዝዕንድር ክኸውን የብሉን እዚ ክበሃል እንከሎ እቲ ሓቀኛ ህዝቢ ዝውክል ርእይቶን ሓሳብን ጽባሕ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ሎምን ብሙሉእ ክጽሓፍ ዝኽእል ዘይኮነስ ምዝንጋዕ ኣይኮነን ከምዚ ኢልና ስለ ዝኾነ ከዓ ጽባሕ ብናይ ህዝቢ ቅዋማዊ ውሳኔ ናይ መወዳእታ መልክዑ ክትሓዝ ፍልሊ ሎሚ ኣይረሓሓቕን እንብል ፍልሊ ምስ ህዝቢ ኮነ ኣብ ነንሕድ ውደባታት ሰልፍታት ናይ ጽልኢ ባእሲ ተረሓኺካ ምንባር ዝመርሕ ክኸውን ከም ዘይግብኦ ብሓሳብ ደረጃ ኩልና ንሰማዓሉ ኢና ብተግባር ግና ኣይ ከምቲ ብሓሳብ እንርድኦን ገለ ወገናት ናይ ሓሳብ ፍልሊ ሰባት ካብ ዝፍለ ዳርጋ ተፈጥሮአዊ ገይሮም ዝወስድዎ እዮም እዚ ፍልልያት ኣብ ሕድሕዱ ተሓፋፊሩ ዝተወልደ ናይ ሓባር ሓሳብ ከዓ እቲ ምሩጽ ዘሳኒ ሓሳብ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብመንጽር እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኣተሓዛ ጉዳይ ሃይማኖት ዝዝርጋሕ ምሕደራ ግደ ቋንቋ ግደ ባህሊ ወዘተ ዓብዪ ናይ ሓባር ፀረ ህዝቢ ጸላኢ ኣቐሚጥና ምስሓብ መግለጺ ዘይምኽኣልና እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ትርጉም የብሉን ምክኣል ከዓ ሓቢርካ ናይ ምንባር ወርቃዊ ሜላ እዩ እዚ ከኣክል ዝግብኦ ሓሳባት ተፈራሪሑ ድዩ ተነዓዒቑ ከካብቲ ዘሎ ሳናዱቕ ወፅዩ ኣብ ናይ ሓባር መድረኽ ተራኺቡ ተፈሓፊሑ ማእከላይ ሃናፅ ሓሳብ እንተ ዘይወሊዱ ከዓ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ ስለዚ ዋና ናይቲ ቃልሲ ወትሩ ህዝቢ እዩ ለውጥ ከዓ ብህዝቢ እዩ ክንብል እንከለና መሲልካ ምቕራብ ንምሕባእን ዘይኮነ ንግዝኣሉ መትከል ክኸውን ይግባእ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ናይ ሕጂ ተመክርኡ ተማሂሩ በታ ዘላቶ ወስንቲ ዕድል እውን እንተኾነ ክሳብ ጽባሕ ሓሳቡ ሰላማዊ ሰልፍን መሰል ናይ ኣደባባይ መድረኽን ዝገልጾ ዕድል ዝፈጥር መን እንታይ ይብል ኣሎ ብምክታሉ ክገብር ይግብኦ ይብል ፈለጥኩሞ ዘሎን ዝኸውን እንዳረኣኹሞ ግዜና ክባኽን ውሽጥኹም እንዳሓረረ ስቋይ ትምረፁ ጽባሕ ክንከለኩም መጃኹም ሎምቱ ላሎ የላሎ ይህላሎ ይህላሎ ድሩ የላሎ ይህሎይ ድሩ በጀረዋይ ግዜ ቅድሚ ቀትሪ እንዳኾነ ኣጋግዜ ኣብ ረፍዲ ፀሓይና እንዳደተዘ መጻይና ጽልሚቱ ታሪኽና እንዳተበርዘ ላሎይ ዋየ ላላሎህ ላሎይ ዋየ ላሎይ ሱቕ ምባል ኩምስ ኣይግድን ሱቕ ምባል ኩምስ ኣይግድን ሎብሞ ስምዕዎ ቃንዛ ውሉድን ወላድን ጽባሕና ፊትኩም ያ ሕጂ ንዕግድን ንዕባይ ንኹን ሕወን ከብልን ፈለጥኩሞ ዘሎን ዝኸውን እንዳረኣኹሞ ግዜና ክባኽን ውሽጥኹም እንዳሓረረ ስቋይ ትምረፁ ጽባሕ ክንከለኩም መጃኹም ሎምቱ ላሎ የላሎ ይህላሎ የላሎ ድሩ የላሎ ይህሎይ la 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 la
كبران تخطاتلت مدبنا مباري نايلومي ناي تقرينيا مدبنا أبزخ نزازمينا دقيمنا دقاقيمنا رحوس بعال لدة كريستوس كم اون رحوس بعال تمكت نتم كالوتها منوت نابلنا دعرور بدقائق أب ناي عرب مدبنا خنقاتينا كم تذكر أبز حالة قدام بمخنيات حمام بصوتنا ناي عرب مدبنا حجي بحدش عامتن كم اون سناي من نيوت تكورا خونيو سناي مكتال كساب زمت قدام بحدش نرحب في حضرة من أهوى عبثت بالأشواق حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق وزحمت براياتي وطبول الآفاق عشقي عشقي يقني عشقي وفناء استقراق مملوكك لكني سلطان العشاق. كل سنة وأنتم طيبين المستمعين الكرام أينما كنتم ونتمنى من الله أن يجعلها سنة خير وبركة على العالم أجمع وعلى شعبنا في الداخل والخارج ونهني الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المسيح. طائر الربيع خط في مساكني بصوته الشحي يؤجج الأشواق والآلام. مستمعين الكرام لم ننسى السلام، أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على الFM 88 للمستمعين من داخل السويد أو على موقع الإذاعة للبث المباشر على الراديو 88.9. جدول برامجنا مستمعين الكرام المعد لهذا اليوم الموافق 6 من يناير عام 2018 هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بالتجرينية ثم يتلوه بالعربية. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن مستمعينا الكرام أنتقل بحضراتكم إلى نشرة الأخبار المعدة لهذا اليوم. أولا سأعرض عليكم العناوين ثم أغاني إريتريا هادفة يتلوه مقال أسبوعي. متابعة طيبة مستمعينا الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل.
تعزيزات عسكرية مصرية تصل قاعدة إريتريا. الحكومة السودانية: لم نقلق حدودنا مع إريتريا والقوات وصلت لجمع السلاح. إثيوبيا تفرج عن المعتقلين السياسيين. والي كسل يتفقد الحدود والشكوك تحوم حول العلاقات الإريترية السودانية. حملة اعتقالات لرجال شركة البحر الأحمر إريتريا الحزبية. 27,000 إريتري يواجهون خطر الترحيل لبلادهم. أما الآن مستمعينا الكرام للتفاصيل. كشفت مصادر خاصة لمراسل الجزيرة في إثيوبيا عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوى التعليمية العسكرية في إريتريا. وتعتبر قاعدة ساوى التي تقع في إقليم غاشبركة المحاذق للسودان في حدوده الشرقي المقر الرئيسي لتدريب جنود الخدمة الوطنية. وقالت المصادر أن اجتماعا عقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير حالة الطوارئ في عدد من الولايات السودانية من بينها ولاية كسلا شرق السودان المحاذية لإقليم الغاشبركة الإريتري. كما أنها تأتي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الإريتري سياس أفورقي لدولة الإمارات العربية وصفت بأنها لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. الحكومة السودانية: لم نقلق حدودنا مع إريتريا والقوات وصلت لجمع السلاح. نفى والي كسلا آدم جمع قفل حدود البلاد مع إريتريا وقال إن ما يثار عن ذلك مجرد إشاعة غير كريمة. وأكد وصول قوات إلى الولاية وعدد من القيادات العسكرية في إطار أمر الطوارئ وجمع السلاح ولا علاقة لها بقفل الحدود. وقال جماع يوم الجمعة وفق وكالة السودان للأنباء إن تلك الإشاعات تعتبر عملا مضادا لتشويه العلاقات بين البلدين. وأضاف ما يتم تداوله من حديث عن قفل المعابر مجرد كلام واتساب حسب تعبيره لا أساس له من الصحة. وأكد أنه لا توجد قرارات صادرة من الحكومة الولائية أو الحكومة المركزية بقفل المعابر الحدودية. وأكد أن العلاقات بين البلدين علاقة مصيرية وممتدة منذ أزل التاريخ ولا يوجد ما يعكر صفوها، مشيرا إلى أن القوات التي وصلت الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح وتقنين العربات وللتصدي أيضا لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي. وأكد الوالي تواصل العلاقات بين الأجهزة الأمنية في الدولتين لمحاربة الظواهر السالبة. ونوه إلى اتفاق الحكومتين على جعل المناطق الحدودية آمنة ومستقرة وتسخيرها لمصلحة شعب البلدين، لافتا إلى أن حركة المواطنين من ولاية من وإلى إريتريا مستمرة وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها من قبل. حقيقة احنا حضور في معبر اللفة. هنالك شائعة، يعني شائعة نفتكرها وما كريمة، شائعة هي جزء من العمل المضاد في البلد، ما يفيد بأن هنالك أمر بقفل المعابر. أنا أؤكد للشعب السوداني ولأهل ولاية كسلا ولأخواننا في إريتريا لا قفل لأي معبر من معابرنا اللي نحن هي جسر التواصل بيننا وبين إريتريا. نحن العلاقة بيننا وبين إريتريا علاقة حميمية وعلاقة أخوية وعلاقة أبدية، ولنا تواصل مع كل الأجهزة الموجودة في دولة إريتريا في ذات التنسيق الأمني. هنالك أمر يمكن الناس يكون لفت نظر الناس بوجود القوات اللي وصلت إلى مدينة كسلا والوفد الرفيع من المركز، كل ده في إطار جمع السلاح وتغنينه وتغنين العربات الغير مرخصة ومحاربة تجارة البشر والتهريب السلعي. يمكن أهل الولاية شاهدوا في الأيام اللي فاتت كمية من الدقيق كلها كانت مهربة إلى دول الجوار، ولا بد لنا احنا كلجنة أمن ولاية أن يكون لدينا هنالك رأي واضح في كيفية إيقاف
النزيف اللي بيحصل لمواردنا. فالقوات الجات دي جات هي اساسا بدءا لمساله جمع السلاح وتقنين العربات وتهريب البشر والتهريب السلعي، لا علاقه لها البتة بالمساله في الحدود. نحن نؤكد المره الثانيه انه كل معابرنا في اللفه وفي عواط وفي كرايات مفتوحه، والناس يعني في دخول وفي خروج وحسب الاجراءات والضوابط الاجرائيه والهجريه المعمول بها من قبل. فنحن نؤكد في هذه الوقفه نحن بحضور اخواننا في لجنه الامن ان نحن الامر يعني بيننا وبين اريتريا علاقه منسابه، وما في شيء يعكر صفاء هذه العلاقه وهذا التواصل ان شاء الله. هذا جانب من كلام والي ولاية كسلا يتفقد الحدود، والشكوك تحوم حول العلاقات الإريترية السودانية في خطوة لنفي الأنباء التي تحدثت عن إغلاق الحدود بين ولايته وإريتريا. هذا ما عمله اليوم الماضي. في خبر آخر مستمعينا الكرام، حملة اعتقالات لرجال شركة البحر الأحمر الإريترية الحزبية. تفيد أنباء متضاربة عن حملة اعتقالات طالت عدد من أعضاء شركة البحر الأحمر الإريترية متعددة الأغراض بمدينة كسلا. كما شملت الحملة رموز من قيادات الجالية الإريترية الذين تعينهم الحكومة الإريترية. تأتي هذه الاعتقالات عقب التحركات العسكرية الواسعة على الحدود الإريترية السودانية. وإغلاق المعابر الحدودية ظهر أمس الخميس وعودة الكثير من المسافرين من منافذ حمدايت، اللفة وعواض وكرايت لمدينة كسلا بعد أن تسلم الجيش النظامي السوداني تلك المنافذ من الشرطة السودانية، دون أن يسبق ذلك إعلان رسمي بإغلاق الحدود بين الولاية وإريتريا. علما بأن ولاية كسلا كان قد أعلن فيها حالة الطوارئ بحجة مكافحة التهريب والمخدرات وجمع السلاح خارج القانون حسب البيان الرئاسي السوداني. 27,000 إريتري يواجهون خطر الترحيل لبلادهم. أمهلت السلطات الإسرائيلية مدة شهر ل27,000 طالب لجوء من إريتريا ودول إفريقية أخرى من بينها السودان، فضلا عن 5,000 طفل ولدوا في إسرائيل لآباء من طالب اللجوء. وقالت هارتس إن وزارة الداخلية الإسرائيلية تقدر أن القيمة الإجمالية لعملية الترحيل ستصل إلى 86 مليون دولار سنويا، وتشمل رواتب موظفي وزارة الداخلية وطائرات الترحيل والأموال التي سيتم منحها للمقادرين، إذ يحصل كل طالب لجوء يقادر على 3,500 دولار. وقال رئيس الوزراء نتنياهو في اجتماع للحكومة الإسرائيلية نهاية الشهر الماضي: سياستنا حيال المتسللين تتكون من 3 مراحل. الأولى صد هذه الظاهرة، أقمنا جدارا على الحدود مع مصر وشرعنا قوانين صدت سويا سيل المتسللين وعددهم اليوم 0. وأضاف المرحلة الثانية هي إخراجهم من البلاد، وأخرجنا نحو 20,000 متسلل بوسائل مختلفة. والمرحلة الثالثة هي إخراج المتسللين بوتيرة أعلى، ويتم القيام بذلك بفضل اتفاقية دولية أبرمتها تمكن من إخراج 40,000 متسلل. الذين بقوا بدون موافقتهم على ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أنه في المرحلة الأولى ستعفى بعض المجموعات من الترحيل الأطفال والبالغون فوق سن 60 والأبوين لأطفال القُصّر الذين يعتمدون عليهم للحصول على الدعم، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وعقلية خطيرة وضحايا الاتجار بالبشر والرق. كما سيعفى الأفراد في هذه المجموعات من إرسالهم إلى مركز احتجاز هولوت، مركز خاص لاحتجاز المتسللين الأفارقة في النقب. وأضافت الصحيفة: أما الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على مكانة لاجئ ولكن لم يتلقوا ردا فسيسمح لهم بالبقاء في الوقت الحالي. وتابعت: سيتلقى الآلاف المهاجرين الأفارقة الآخرين الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني والذين احتجزوا في الماضي أو الذين سيتوفون معايير الاحتجاز، اختار بأن عليهم مغادرة إسرائيل في غضون 30 أشهر.
إثيوبيا تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين. قررت الحكومة الإثيوبية رسميا العفو عن كافة السجناء السياسيين سواء أعضاء الأحزاب أو الأفراد العاديون ممن كانوا قد أدينوا بجرائم أو جار محاكمتهم. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين في بيان رسمي صباح يوم الجمعة إن هذا القرار يهدف لإحداث توافق وطني وسياسي وتعزيز الديمقراطية ودعم المصالحة الوطنية. وكان ديسالين قال أمس يوم الأربعاء بحضور رؤساء الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الائتلافية في حديث لوسائل إعلام محلية إن الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا وإما سيحصلون على عفو. وأضاف أنه سيجري تحويل معسكر اعتقال مايكلاواي إلى متحف دون أن يكشف عن تفاصيل بخصوص توقيت الإفراج وعدد المعتقلين. ولا يوجد رقم محدد ومعروف لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم اعتقلوا على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليم الأمهرة وأوروميا منذ أغسطس 2015، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء. ويقول ناشطون حقوقيون أنه تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين بشكل مؤقت منذ اندلاع الاحتجاجات، مشيرين إلى أن نحو 1000 شخص ما زالوا قابعين في السجون. ويأتي قرار ديسالين كخطوة تنفيذية من الحكومة الإثيوبية لقرارات الأحزاب الائتلافية الحاكم بإطلاق سراح السجناء السياسيين عقب اجتماعات عقدتها على مدى أسابيع لبحث السياسات ومعالجة أسباب الاحتجاجات. مستمعينا الكرام، كنا معكم من إذاعة صوت الحرية. قسما بجمال بلادي هنا أحببت عيونك يا ريت يا ريت يا ريت. فالقلب عليك يزيد ضنا وأعالج دمعي تثبيت يا ريت يا ريت. ريتا ريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. أبدا مكتوب. يا عقد المرمر يا تاجا يستان به جيد الراقي. يا عقد المرمر يا تاجا يستان به جيد الراقي. أبدا مكتوب. يا عقد المرمر يا تاجا يزدان بعجيد الراقي. يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به الجيد الراقي. يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي. يا ليلي اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. هل تذكري أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو
الأزمان. هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان، إذ كان الشوق له قصة ما دندن حس الفنان. ريتا ريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان، هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان، إذ كان الشوق له غصة ما دندن حس الفنان. ريتا ريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. والقاش الصامد ودعنا في جوف الصمت جراحا. القاش الصامت ودعنا في جوف الصمت جراحا. أقسم بنضال أريتريا وبكل شهيد غدمان. ريتا ريني اشهد ربي حبي أبدا مكتوب. 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 ريتا. المستمعين الكرام، هذه كانت أغنية تؤكد على إخاء الشعبين بين الحدود الإريترية والسودانية، ويواجههم مصير واحد. والمفترض الفن الراقي يدعم ويربط ويوثق التاريخ، لكن السياسات الطائشة قد تدمر هذه الأخوة، فالحذر ثم الحذر من كل طائش مغامر. وردا على التقرير مستمعينا الكرام من قناة الجزيرة عن الجيش المصري في إريتريا، رد التلفزيون الإريتري ساخرا بأنه لا يجب لخبر مثل هذا الرد، ولكن لم يؤكد الخبر أو يرفضه، فلم يقولوا شيئا بهذا الموضوع. أما الآن مستمعينا الكرام سأنتقل بحضراتكم إلى تقدير موقف لما يثار عن قاعدة عسكرية مصرية في إريتريا بقلم السفير بلال المصري.
على موقعها في 17 أبريل 2017 بالإحالة على منظمة عفار سودان تريبيون، أشارت صحيفة المعارضة لنظام الحكم القائم بإريتريا أن حكومة أسمرة أعطت أرسادو البحر الأحمر الديمقراطية مصر الضوء الأخضر لبناء والحصول على قاعدة عسكرية على الأراضي الإريترية البالغ مساحتها 1630، ومنها 1133 بساحل طوله 1223، أو هي ثاني أكبر الجزر المسكونة، وهي دهلاك وبأخربيل نورا. موقع هذه القاعدة بأنها في جزيرة محلية وتبلغ مساحتها حول 105 كيلومتر مربع. وتشير هذه المصادر إلى أن وفدا عسكريا وأمنيا مصريا قام بزيارة أسمرة مطلع أبريل 2017 للاتفاق على تمركز عدد يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 من العناصر البحرية المصرية بهذه القاعدة البحرية بإريتريا. الموضوع حاليا تحت عقوبات الأمم المتحدة لعام 2016، والذي تم تجديده حتى نوفمبر 15 من نوفمبر 2017 بموجب قرار مجلس الأمن رقم SRS 2317، والذي يشير إلى البند 16 منه إلى ما نصه. يعيد كذلك مجلس الأمن تأكيد حظر الأسلحة المفروض على إريتريا بموجب الفقرتين 5 و6 من القرار 1907 لعام 2009، والمشار إليه فيما يلي بعبارة حظر الأسلحة المفروض على إريتريا، والذي تأسس على مساعدة الحكومة الإريترية بسلاح لمتمردي الصومال، وتحديدا تنظيم الشباب الصومالي الإسلامي المتهم بالارتباط بتنظيم القاعدة والمناوي أيضا للتواجد القربي والإثيوبي بالصومال، وللحكومة الفيدرالية الانتقالية بمقديشو انتهاكا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح للصومال، وهو ما أكده قبل ذلك بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن في 18 من مايو 2009. دعا أيضا مجموعة المراقبة التي شكلتها الأمم المتحدة إلى تحري هذا الموقف الإريتري. تقدير موقف إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن هذا يؤكد أن القاهرة رأت أن تركز على العسكرية المصرية بعد أن دان لها بصفة أحادية اتخاذ القرار المصري للاستخدام الداخلي والخارجي للأداة العسكرية لتكوين دور مختلف لها يمكنها حسب اعتقادها من تكوين دور ومكانة مختلفين بدلا من الدور والمكانة اللتين فقدتهما مصر لأسباب متنوعة، لعل أهمها توقيعها لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني في 16 من مارس 1979. في نهاية 3 عقود شهدت 3 مواجهات عسكرية رئيسية ضد إسرائيل المدعومة عسكريا مباشرة من الولايات المتحدة على أسس مختلف ليس أقلها اتفاقات التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة وإسرائيل. وأدت هذه المواجهات من بين ما أدت إليه إلى استنزاف العسكرية المصرية التي كان دورها منحصرا في اعتبار الكيان الصهيوني هو العدو، وهو الصراع الوحيد الذي كان ويجب على هذه العسكرية أن تواجهه بصفة حصرية. لكن وبسبب برامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وكذلك بسبب تحييد شبه جزيرة سيناء عسكريا من خلال معاهدة السلام وملحقاتها، وكذلك بموجب التعهد الذي قطعته الولايات على نفسها، وقعت التوقيع على معاهدة السلام تلك بإنشاء والاحتفاظ بقوة سلام متعددة الجنسيات كبديل مقبول نتيجة عدم استطاعة مجلس الأمن الدولي التوصل لاتفاق لتكوين هذه القوة لأسباب مختلفة، وفقا لرسالة تلقاها في 18 من مايو 81 رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصري من رئيس مجلس الأمن، وبالفعل في واشنطن في 3 من أغسطس 1981.
3 من أغسطس 1981 بروتوكول بين مصر والولايات المتحدة والكيان الصهيوني قضى بإنشاء القوى متعددة الجنسيات والمراقبين في شبه جزيرة سيناء. ومنذ إنشاء هذه القوى يمكن القول أن مسرح القتال الوحيد للعسكرية المصرية أوصد بابه الوحيد بسيناء، وأصبحت العسكرية المصرية تبحث عن دور بديل تقوم به، وفي الواقع فإن الدور الذي وجدته كان فرض نفسها على الحياة الاقتصادية المصرية من خلال جهاز الخدمة الوطنية، والذي كان كافيا حتى 11 فبراير 2011 سقوط نظام باهت لا ظل له على الإقليم المحيط به. فقد هذا النظام الدور والمكانة معا، إلا أنه منذ يوليو 2013 توجهت العسكرية المصرية إلى استغلال إمكانياتها غير المستخدمة لمحاولة استعادة الدور والمكانة بصفة مجردة من القوى الناعمة التي كانت تشكل جماعة الدور والمكانة المصرية في ذروتهما حتى 23 يوليو 1952 تاريخ أول انقلاب عسكري بمصر. لكن إلى أي حد يمكن أن تحقق هذه الخطوة غير المعهودة في الفكر العسكري المصري منذ تحقيق العسكرية المصرية لدرجة عالية نسبيا من الفشل في حملة اليمن عام 1962 وعام 1967 من أجل مساندة الثورة اليمنية؟ هذا ما قد يتضح من العرض اللاحق. هناك اتصالات مصرية متميزة منذ تسعينات القرن الماضي وحتى وقتنا الراهن مع إريتريا على خلفيتين غير مختلفتين، هما خلفية العلاقات المصرية المختنقة دائما مع السودان منذ 1990 وحتى اليوم، والتي شهدت فترة متقطعة من التحسن النسبي، لكنها ما زالت مؤسسة على العداء المستخدم مثل خلفية العلاقات المصرية الإثيوبية دائمة العداء منذ عهد منيليك الثاني ملك إثيوبيا والخديوي إسماعيل وحتى اليوم، والتي لا يعتبر أي تحسن يطرأ عليها مزيلا للعداء المتجذر في أرضياتها، لأنه عداء قائم على تباين موقفهما من قضية مياه النيل، وهي ظاهرة جغرافية ثابتة. وهو أمر مختلف عن العداء المصري السوداني الذي يقوم على تباين طارئ في العلاقات أساسه تبني نظام ثورة الإنقاذ للنهج الإسلامي في بداية التسعينات إلى أن تخلى عنه بدرجة ما وإن لم يكن نهائيا، وهو ما لم يرق للقاهرة إبان عهد مبارك، فأنتج ذلك خلافات متعددة أخطرها التنازع على أيلولة منطقة حلايب الحدودية. وقد كانت آخر اتصالات مصرية إريترية معلنة زيارة وفد برئاسة عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري ومستشار الرئيس أفورقي يماني قبرآب للقاهرة في 23 من مارس 2017، ولمدة 4 أيام نوقش فيها مع وزير الخارجية المصري ومع مسؤولين آخرين موضوعات ذات اهتمام مشترك، أهمها الأمن في البحر الأحمر ومكافحة القرصنة والتطورات الأخيرة في الصراع القائم باليمن وقضية مياه النيل. إريتريا كانت عضوا مراقبا وليس أصليا في مبادرة الرؤية المشتركة الجامعة لدول حوض النيل، والأوضاع الراهنة في جنوب السودان والصومال وبين الدولتين تنسيق وتفاهم فيما يتعلق بكل هذه القضايا. وكانت هذه الزيارة متابعة لنتائج زيارة أخرى سابقة لوفد مصري لإريتريا، وقد أعرب وزير الخارجية المصرية للوفد الإريتري عن الحاجة إلى رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على إريتريا. حالة العلاقات المصرية الإريترية الممتازة تتيح لمصر الحصول على مبتغاها بإقامة قاعدة بحرية، وهي نفس حالات العلاقات التي سمحت لإسرائيل في زمن سابق من حصول نورة مصرية على جزيرة وفاطمة عند مدخل خليج عصب، وحالب أكبر جزر خليج عصب دهلك على ميزة تمركز في جزر جنوبي جزيرة فاطمة. كما أن التفاعلات التي نتجت عن ثورات الربيع العربي دشنت مسافة جديدة وطريق بديل للتعامل بين النظم العسكرية القائمة على جانبي جغرافيا النظم الملكية والأميرية المنضوية العسكرية الدفاعية تحت لواء مجلس التعاون الخليجي، الذي استغل حتى الآن بمنهجيته Greater Middle East القائمة على مبدأ الالتحاق بالاستراتيجية الغربية للمنطقة الشرق الأوسط الكبيرة، التي من مظاهرها اعتبار جيبوتي جزء من نظرية الدفاع عن الشرق الأوسط على قرار اعتبار الأوروبيين موريتانا ومالي والنيجر وتشاد جزء من البحر المتوسط الكبير. صورة
يا خالق الكون، حال الأمة انقلب، فأصبح اللهو في ميزانها أدبا، تقلبت في معاصيها وما علمت إن المعاصي نار تحدث العطب، تطاول الليل حتى اقتال بهجتها، فما ترى قمرا يبدو ولا شهبا، مد العدو لها حبل الخداع، إذا تحركت صوب ما تحتاجه سحبا، فلا هي انطلقت فيما تريد، ولا هو احتواها ولا لبى لها الطلبا، سرى بها في الدياجي وهي تتبعه، تجر ثوب خضوع تمسك الذنبا، تمشي بغير حذاء والثرى حسكا. مستمعينا الكرام، قد وصلنا بهذه القصيدة إلى ختام برامجنا المعد لهذا اليوم. وفي الختام إذا كان لديكم مشاركة أو رأي يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا في أو تحت الهواء عبر تليفوناتنا 0720 أو 22 33 75 أو 0760 38 0727 أو في أوقات البث المباشر يمكنكم المشاركة عبر 031 26 10 90 من داخل السويد، أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 046. كما يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام الاستماع البرامج السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب ضمن حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربية والتقنية الذي أعد لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، وثانيا وثالثا نهني الشعب الإريتري جمعا والشعب والأمة المسيحية بعيد الميلاد المسيح، ونشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.